هنتكلم مع بعض النهاردة عن الحاجات الفنية اللي كانت ناقصة منتخب مصر في كأس العالم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو اللي مصلحش على النبي، صلى على النبي واحد الله. لو تتفرج على الفيديو ده في وقت صلي وصلي وبعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. الجيل ده من اللعيبة حقق إنجاز ما عرفش يحققه ولا جيل من الأجيال اللي فاتت لمنتخب مصر، فالجيل ده هيتحط لوحده في حتة، لأن الجيل ده من أحسن الأجيال اللي في تاريخ منتخب مصر. نتكلم بقى فنيات شوية ونشوف بعض الحاجات اللي كانت سبب في خروج مصر مش بدري. ده بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا إن احنا وصلنا للمرحلة دي يعني، بس نتكلم عن الفنيات اللي كانت ناقصانا ساعتها. أول حاجة الاختيارات. مش هقول عناصر بزيها، يعني مش هقول مثلا كان ناقصنا إن احنا ناخد اللعيب الفلاني، لأ أنا هقول الأماكن اللي احنا كانت ناقصانا. أول حاجة احنا كان ناقصنا 9، كان ناقصنا لعيب 9. ما اعرفش، ان شاء الله تجيب مصطفى شوبير تلعبه 9، هو ما شاء الله بيطير يلعب في اي حته. فاحنا كان ناقصنا لعيب 9. تمام. لانك حتى في الماتش بتاع استراليا ما كانش في حد تعمل له اوفر، كانت الاوفرات كلها رايحه للباك ده من الباك ده للباك ده من الباك ده للباك ده. عارف ان ده عيب باكات برضه، بس يعني ما فيش حد يتعمل له اوفر اصلا، وكله عمال رايحين كده وجايين كده. حاجة تاني ناقصنا في نص الملعب بدائل. ناقصنا بديل لإمام عاشور. إمام عاشور لما بيتصاب بيطلع، انت خلاص كده مفيش بديل ليه، مفيش حرفيا بديل ليه. وفي لعيبة كتير جدا كواليتي جميل جدا مصريين كنا ممكن نستنفع بيهم يبقوا بدل الإمام عاشور في المنتخب، بديل لمهند لاشين. وما تقوليش دونجا، ما تقوليش دونجا. نخش بقى على الفنيات. كابتن حسام حسن بيحاول يبقى الكابتن الجوهري بس على فشل. يعني عارف لما امك تعمل لك الجوهري في البيت، فكابتن حسام حسن مش عارف حتى يبقى زي الجوهري. تكتيكه غلط، فنياته ناقصة. وحاجة كمان، بس الإنجاز اللي حصل ده بفضل الله ثم اللعيبة. حسام حسن ملوش يد في الإنجازات دي كلها. نيجي الأول لأهم ماتش. أهم ماتش في البطولة هو ماتش الأرجنتين. إمام وهيثم كانوا ماشيين الريتم جميل جدا، مش محسينك بنقص أي حاجة. أول ما إمام اتصاب ونزل حمدي، هيثم ما حسكش بأي حاجة، لأن هو كان بيدوس زيادة وبيغطي الفرق اللي هو إمام عاشور سابه وحمدي فتحي نزل، ما بقاش ليه أي لازمة في الملعب صراحة. قطعا يعني ما كانش ليه أي لازمة. فهيثم حسن وشفنا الجملة بتاعت الجون التاني اللي اتلغى، والجون التاني بتاع زيكو. اللي هما الاتنين عموما الاتنين بتوع زيكو. الجمل دي حاجات جميلة جدا بين اللعيبة والانسجام جميل جدا. فتيجي انت بقى كابتن حسام اخر 10 دقايق، انت دلوقتي راجل اخر 10 دقايق، تمام، وكسبان الارجنتين، عايز تلم نفسك تعمل ايه؟ تنزل مدافع، تمام، ويبقى مدافع طويل ياخد العرضيات اللي رايحه واللي جايه، يعني حسام عبد المجيد تنزله تحطه ما بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. وياسر ابراهيم قصير جدا، وده السبب في الاجوان. ياسر ابراهيم في العموم مش هو قصير جدا، بالذات الجون التالت. حاجة تاني، يا مؤمن يا مؤمن يا موحد بالله، الدقيقة 90 وانت متعادل 2-2 مع الأرجنتين، مطير الباكين، مطير الباكين يا مؤمن. وعلى فكرة ما تقوليش ده من اللعيبة، هو حسام حسن بيعمل كده حتى لما كان مع المصري. هو كان بيعمل كده، هو كانت اما يكون خسران وفي اخر الماتش يطير الباكين. كان عملها مره مع الاهلي وراح الاهلي رزع جون كمان موت الماتش. يا اما انت، ما هو ده، ما هو وغير كده انت مش بتلعب الاهلي ولا بتلعب الزمالك ولا بتلعب حد في الدوري المحلي يا عم، ده انت بتلعب الارجنتين بطل العالم. حاجه كمان، ياسر ابراهيم انت سيء جدا 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 جدا. واقسم بالله ما عشان اهلي ولا زمالك، لعيبه الاهلي كلها ادت في المنتخب. رامي ربيعة هو اللي كان بيشيل أخطاء ياسر إبراهيم، هو اللي كان بيحاول يداري أخطاء ياسر إبراهيم. تمام. الكرة دي يا ياسر، أنت ما فيش غيره يعني ما فيش غيره في المنطقة. ما رحتش، ما غلستش عليه، ما رميتش عليه حتى السلام، ما قلتلوش أي حاجة غلط. ما أنت، وهو اللي جاب الجون من غير ما حتى تكون مغلس عليه، من غير ما تكون ضاغط عليه حتى ضغط بسيط. تريزيجيه ومرموش كانوا نازلين علشان يلعبوا لنفسهم، مش يلعبوا للمنتخب، وده واضح في الكرة اللي جت تريزيجيه
وضيعها، ولو كانت مع هيثم او محمد صلاح ما كانتش هتطلع بالرداءة دي. والكرة اللي جات لمرموش في اخر الماتش خدها من محمد صلاح وجري بيها وهبل اي هبل. وعلى فكرة المشاكل دي من اول كاس العالم بس، ومن قبل كاس العالم كمان من الامم. بس احنا مرضناش نتكلم علشان المركب كانت سايرة، المركب كانت بتمشي، فقلنا عادي نتكلم بقى لما من اخر حتة نوصل لها ونطلع. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. على فكرة احنا ما خسرناش في كاس العالم، احنا كسبنا كتير قوي. كسبنا اللعيبة الرجالة، كسبنا مصطفى شوبير من، بص، احسن حارس في افريقيا قولا واحدا. كسبنا لعيبة كتيرة جدا. آه، محمد هاني الصراحة مسك فورمة جامدة قوي. آه، ان شاء الله باذن الله اللعيبه دي اما تنزل ما ترجعش، يعني ما ترجعش انديتها، تحترف على طول باذن الله. اخر حاجه اتمنى ان حسام حسن يمشي وما يكملش معانا علشان تبقى كفايه كده. انت شايف ده رأي صح ولا لا؟ وشايف اراء الفيديو كلها صحيحه ولا لا؟ لو وصلت لحد هنا دوس لايك واشترك في القناه، صلي على النبي، واحد ربنا، وسلام.